السلام عليكم. اليوم غنوجدوا مع بعضياتنا جوج انواع من دوز اتاي اللي غيغيروا نظرتكم للحلويات الصحيه، مناسبين للناس ديال الرجيم ومرضى السكري، اقتصاديين سهلين، والاهم من هذا الشيء انها بدون سكر ابيض نهائيا. خليكم معايا. نبداو مع الوصفه الاولى اللي بطلها هو الكاوكاو. خديت ربع كيلو دخلته للفران يتحمص مزيان حتى عطات ريحته، ومن بعد طحنته حتى رجع غبره. وفي بول درت 2 كيسان كاوكاو مطحونين، كاس سكر ديال التمر، معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه، وملعقه كبيره زبده الكاوكاو. كنخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كيترمل لينا الخليط وتدخل ديك الزبده في الكاوكاو. من بعد كنجمعوا هاد العجين ببياض بيضه واحده فقط. هنا بغيت نوقف معاكم وقفه صحيه. هاد الحلوه ما فيهاش قطره سكر مصنع، استعملنا سكر تمر، وفي الاخير غادي نعسلوهم بالعسل الحر. علاش العسل الافضل؟ العسل طبيعي وكيحتوي على معادن ومضادات اكسده اللي ما كايناش في السكر الابيض. العسل واخا فيه السكريات ولكن الجسم كيتعامل معاه بطريقه ابطا، وكذلك التمر، وما كيرفعش مستويات الانسولين بشكل مفاجئ وخطير بحال السكر الكيماوي. هكذا كناكلو حنا مرتاحين. عاود تاني ضروري ما نراقبوا الكميات اللي كنستهلكوهم، راه واخا هكاك غير قطعه واحده حتى لجوج قطع اللي مسموح بيهم باش نكونوا في السليم. وراه ممكن بزاف وحتى من الافضل كاع انكم تستغنوا على مرحله العسل وتكتفيوا غير بسكر التمر. كنشكلوا كويرات متساويه وكنضغطوا عليها بالمرشم او الطابع اللي متوفر عندكم. بالنسبه لشكل الخميسات ديروا راسكم ما شفتوهمش حيت ولدي اللي مصاوبو. الفران ضروري يكون مسخن على 180 درجه وشاعل غير من التحت لمده 15 دقيقه. هاد الحلوه تقدروا تحتفظوا بها في مكان بارد وجاف لمده اسبوعين باش يبقى العسل شاد في راسو والكاوكاو يبقى مقرمش. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا لينا في الفران. ممكن جدا تخليوهم هكا او انكم تعسلوهم بحال هذا الشكل هذا. اللي كيعجبو مذاق الكاوكاو راه غادي تعجبو بزاف، كتجي خفيفه وهشيشه وحلاوتها متوازنه. الوصفه الثانيه غريبه وعجيبه في مذاقها. خديت 3 ديال البنانات، واخا يبانوا لكم في التصوير غير جوج، راني درت 3، معستهم مزيان بالفورشيت حتى يرجعوا لنا كومبوت. هكا يكون عندنا واحد السائل كثيف شويه. بالنسبه لباقي المكونات زدت عليهم كاس ديال الزنجلان محمر وبياض بيضه، وخلطت كل شيء حتى تجانسوا. بما انها محشوه بخليط فيه الشكلاط والزبده والبنان، يعني مكونات طريه في الثلاجه ضروريه، ومده الاستهلاك 4 حتى 5 ايام. وبمعلقه كنحطوا كويرات في طاوه ديال الفرن ونشكلوهم على هذا الشكل هذا. كنسخنوا الفرن على درجه 180 وكندخلهم للفرن غير 10 دقائق ونخرجهم. فاش نخرجهم كنضغط عليهم في الوسط غير بمعلقه هكا، اليد ديال المعلقه، ونشكلهم بهذه الطريقه هذه، وغادي نرجعهم يكملوا طيابهم واحد 10 دقائق عاوتاني. هنا خرجتهم من الفرن وغادي ندوز للمرحله ديال الحشو والتزيين. عندي شوكولا اسود نسبه كاكاو عاليه، عندي ديال 90%، ذوبته في حمام مريم. زدت عليه 2 معالق ديال العسل وملعقه كبيره ديال زبده الفول السوداني. غادي نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا المكونات، وغادي يولي عندنا واحد الحشوه ديال الشوكولا هكا ثقيله شويه. غادي نبدا نعمر الحلوه ديالي بالشوكولات اللي صاوبت، وفي الاخر كلمسه اخيره غادي نزينو بحبات البندق. هنا الحلاوه جايه من البنان والعسل فقط. البنان فاش كيطيب كيزيد يتركز فيه السكر الطبيعي، وملي كيتلاقى مع العسل والشكلاط المر كيعطي توازن خطير للمذاق بلا ما يضر الصحه ديالنا. وكيف ديما اي حاجه ناكلوها بالقياس وبالعبار. وهادو هما الوصفات ديالنا، اقتصاديين لذاذ وصحيين للوليدات ولينا حتى حنا. جربوهم وردوا عليا الخبر في التعليقات. وبالصحه والراحه.